مساء خير. الوضع عم يغلي بالعالم العربي وبلبنان وبالعالم. أنا بطلع عليكم بحلقة جديدة بتوقعات جديدة عبر قناتي الرسمية على اليوتيوب. قبل ما نفوت بالتوقعات بحب حذر ونبه الناس خاصة المتابعين لصفحتي وتوقعاتي إنه أنا ما بتعامل لا من قريب ولا من بعيد، واسمعوني منيح، لا بالأبراج ولا التارو ولا بقراءة الكف ولا بالفنجان ولا بتفسير الأحلام. أنا عندي قناة رسمية وحدة على اليوتيوب، وكل حساباتي على الانستغرام تيك توك ويوتيوب موثقة بالعلامة الزرقاء، وأي قنوات تانية بتشوفوها باسمي هي قنوات وهمية ومزورة، والهدف منها هو النصب والاحتيال على الناس باسم ليلى عبد اللطيف. وبتمنى على الكل تنتبهوا منيح حتى ما تكونوا ضحية منصات مزورة وناس محتالين، وخاصة توقعات الأبراج. واللي بيحب يتواصل معي رقم 1 ما في غيره، رقم مكتبي هو 00 961 70 54 6 7 7 7. رح نبدأ بالتوقعات فورا. الشهور الباقية من 2023 ستكون أشهر مقلقة وخطيرة على بعض دول العالم، وتحمل الكثير من القلق، ثم القلق على لبنان ومن الجنوب إلى الشمال، والله يحمي هالبلد. أرى موجة من الخوف والرعب تجتاح أمريكا بسبب أحداث مؤسفة، وستكون أمريكا أمام انتكاسة أشبه بالكارثة. سنرى أمراضا تصيب المواشي والدواجن، مما سيخلق حالة من الخوف والقلق عند الناس، ويؤثر بشكل لافت على أسواق وتجارة اللحوم والدواجن في دول عدة. أرى عملية اغتيال في قلب أوروبا قد تطال شخصية بارزة، مما يشكل الكثير من البلبلة والاستنكار والاستفهام، خاصة أن الشخصية المستهدفة هي شخصية دبلوماسية وليست عسكرية. أتابع التوقعات. كوارث طبيعية في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، وحالة الطوارئ تعلن في البلاد جراء أحداث مؤسفة، وذلك خلال الأشهر المقبلة. فيضانات وأحداث مؤسفة تجتاح تركيا، مما يثير الذعر بين السكان، والرئيس التركي يعلن حالة طوارئ في البلاد. رح انتقل لأوكرانيا. الأخبار والأحداث المقبلة في قلب العاصمة الأوكرانية كييف ستشكل الحدث الأبرز والأقوى منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، والأنظار على الرئيس زيلينسكي والرئيس الروسي بوتين في قلب الحدث. ما أراه يحصل خلال السنوات المقبلة، وخصوصا ما بين 2024 و 2025، يجعلني أقول للعالم: عليكم بتخزين هذه المواد، المياه والمواد الغذائية والأدوية الضرورية، لأننا سنمر في فترة قاهرة وعصيبة، وذلك جراء الأحداث على بعض دول العالم. أرى أن الفترة المقبلة ستكون من أخطر الفترات التي ستشهدها منطقة الجنوب، وخاصة مدينة صيدا ومحيطها. فالأحداث المقبلة على أبواب مخيم عين الحلوة لا تبشر بالخير، وقد تكون الأسوأ والأصعب. وأرى الاشتباكات تتصاعد وتتوسع وتشمل أكثر من طرف فلسطيني أو تنظيم. وأرى الأنظار تتجه خلال هذا الحدث على الجيش اللبناني وعلى نائب صيدا الدكتور أسامة سعد. في السودان، وفي هذا التوقع أتوجه إلى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وأقول له أن ينتبه على أمنه من محاولة اغتيال أو مؤامرة خطيرة قد تطال محيط البرهان، والله الحامي. كما أرى الخطر يحوم في أرجاء قائد قوات الدعم السريع الفريق أول حميدتي، والله يحمي الكل والشعب السوداني. عملية اغتيال تطال شخصية سياسية من الصف الأول على سلم الطائرة، وسنشهد حالة من البلبلة والإرباك والصدمة تعم على أرض هذا المطار. أرى أن سيناريو الحرب المقبلة على المنطقة ستتحول إلى قلب البحر، وتصبح حرب السفن والأساطيل،
وسنشهد يوما أسودا في تاريخ البحار. حالات من التأهب الشديد والاستنفار سنراها في عدة مطارات حول العالم، وذلك بسبب حدث عالمي مؤسف وكارثي. الكاميرات الموجودة في بعض المنازل والمحلات والشوارع والشركات والمستودعات حول العالم، بعض هذه الكاميرات ستصبح حديث الناس والإعلام، وذلك بسبب بعض الظواهر الغريبة والغامضة التي سيتم اكتشافها على هذه الكاميرات بالصدفة. وبعض كاميرات المراقبة سوف تلتقط مشاهد وصور لأشياء غريبة وغامضة وليس لها أي تفسير علمي في المدى المنظور. وهنا أنصحكم بتركيب هذه الكاميرات ومراقبتها بشكل مستمر، وخاصة أثناء الليل. بعض الدول في قارة إفريقيا ستشهد المزيد من الانقلابات العسكرية وغير العسكرية، وسنرى اندلاع حرب أهلية في عدة دول أفريقية وانتشار كبير للأمراض والأوبئة. أصوات طلب النجدة وصرخات الاستغاثة سنسمعها بشكل مباشر ومؤثر على شاشات التلفزيون، وهي تصدر من داخل أحد المراكز المالية أو التجارية الكبرى في إحدى دول العالم، وذلك بسبب وقوع حدث مؤسف وخطير. وسنرى عمليات الإنقاذ لمساعدة جميع العالقين في هذا المركز. صرخة عالية سنسمعها من شعوب بعض الدول العربية والأجنبية على أبواب المصارف. بعرف من هيدي الدول بس ما رح سميها.